أنا الذكرى الوحيدة اللي طلعت بيها من رحلة إيطاليا، من ساعة ما جيت مصر ما شفتش بني آدم. طول الوقت حاسس إن في حاجز بيني وبينكم. 15 سنة أنا واقف هنا، حاسس إني مش هلمس السفرة تاني. بسمعكم طول الوقت من بعيد، نفسي أتعامل معاكم. أنا اتخلقت عشان أعيش، مش هتحبس في النيش. زمان كنا بنبني بيوتنا حوالين الشكل، يعني كان تركيزنا كله منصب اكتر على ان الضيوف هيشوفوا البيت ازاي. السفرة، النيش، الكريستال. النيش كان حاجة مقدسة جدا، كان مؤشر على الذوق والرفاهية، وكل بيت كان لازم يبقى فيه نيش في اوضة السفرة. بس دلوقتي بيوتنا بتدور حواليننا احنا وحوالين استخداماتنا. سلوكياتنا اتغيرت ومعاها اتغيرت حكاية النيش. بمرور الوقت ومع تغير الأجيال، أخيراً بقينا نقدر نعترف إن النيش ده حجمه بقى كبير جدا ووزنه تقيل جدا، وفي نفس الوقت ملوش أي وظيفة حقيقية. بنحط فيه حاجات ما بنستخدمهاش وناقص نكتب عليه ممنوع اللمس، لحد ما تحول لمكان استاتيك تماما في وسط بيت محتاج يتنفس. لأن نفسنا كانتيريور ديزاينرز محتاجين ندور على حل أذكى يناسب شكل حياتنا والتطور اللي حصل في اهتماماتنا دي. وبالتالي بدأنا ندور على نيش بس مودرن، أو البوفيه اللي ظهر كحل عملي ومودرن برضه. تصميماته أبسط، مساحته أقل، ووظايفه أكتر بكتير. تقدر تستخدمه كستورج، تعرض فوقيه ديكوريشنز، أو حتى تقدر تحوله كيونت تقديم للعزومات. لو المساحة عندك ما تكفيش حتى تحط البوفيه، في حلول زي الأرفف الجدارية أو وحدات التخزين المعلقة، أو حتى إن احنا نحول السفرة نفسها لوحدة تخزين مدمجة. المساحات الصغيرة مش مشكلة خالص، المشكلة إننا ما نعرفش نستخدمها صح. فلو بتجهز بيتك، اختار التصميم اللي يخدمك كل يوم، مش اللي بيتفرج عليه الضيوف كل سنة. تابعنا علشان تعرف تصمم بيت عملي وشيك من أول ركن لآخر درج.